بالنسبه للفيتا جراف خلص، وبالنسبه للفيتامين خلص، عايزين الفيتالوج. اول حاجه لما يبتدي يجيب لك الرسمه دي، مين واحد مين اتنين مين تلاته، واحد هو الخط الداكن زد وادي شكل الزجزاج عدل بقى، اتنين هو الاكتين، تلاته هو الميوسين. مين اللي يطلع منه الروابط المستعرضه؟ تلاته. طيب دي رسمه العضله تحت الميكروسكوب، اللي فوق واللي تحت. اللي تحت ده انبساط، عرفت منين؟ المسافه بعيده. هنا المسافه اللي من زد لزد كانت هنا بقت هنا، يبقى قلت، يبقى ايه اللي حصل؟ انقباض بفعل الروابط المستعرضه. حلو. رفيعه اي قلتها، سميكه اتش، الاتنين مع بعض الاي. مركز؟ تمام. مين انواع العضلات ديت؟ دي عضله هيكليه، عرفت منين؟ مخططه. طب ودي قلبيه، عرفت منين؟ مخططه، وفي النص تلاقي في حاجه اسمها الاقراص البينيه وعدد الانويه اقل. طب دي مغزليه الشكل لو تاخد بالك، يبقى دي ملساء. لما اسالك واقول لك انهي عضله من دول اللي في الانقباض، زي ما قلت لك هتبص على السمك، السمك هنا اكتر والطول اقل، يبقى دي عضله منقبضه. تمام. لما بمشي كده بيحصل ايه؟ انبساط. طب لما امشي كده يحصل ايه؟ انقباض. ولو تاخد بالك فوق خالص مفيش اتش. نفس الكلام، هنا هيكليه، هنا ملساء، هنا قلبيه. ويا ريت تاخد بالك شويه من الرسومات. طب هنا رسمه الرباط المستعرض بتاعنا بس وهو معمول له زوم، فلو تاخد بالك 3 ده فرع من الميوسين، و2 هو الرباط المستعرض، 1 هو الاكتين. ولو قال لك المنطقه دي اين توجد، هتقول له توجد في الايه، لان منطقه الايه هي اللي فيها الاكتين والميوسين. 1 انقباض عضلي، حلو. 3 شد، 2 اجهاد. الرسمه دي شد. ايه الفرق ما بين الشد ده وده؟ قلت لك ده شد نتيجه ايه؟ اي تي بي نقص اي تي بي نقص كولينستريز. لكن ده شد نتيجه ايه؟ لا قول لي انت بقى. من صفر -70 طلعت الموجب 40. المرحله الف لب تسمى ايه؟ زوال استقطاب. مين اللي مسيطر هنا؟ الاسيتايل كولين، والصوديوم دخل جوه وبره بقى سالب، جوه بقى موجب. من ب لج اسمها عوده الاستقطاب. مين اللي مسيطر معانا هنا؟ هنا اللي هيسيطر معاك هو الكولين استريز. تمام؟ حلو. اللي بعد كده منظر معاك لعضله منقبضه وعضله منبسطه. قلت لك تبص على السمك، عضله منقبضه هنا سمكها تخين، هنا رفيعه، يبقى دي انبسطت. شايف العكس؟ منظر الاستايل كولين والكولين استريز عن قرب، رسمه ابيض واسود. هنا معاك عظمه طالع منها ايه؟ طالع منها وتر. اول حاجه خالص في ده وتر، طالع منه عضله. العضله طالع منها حزمه، والحزمه طالع منها ليفه، والليفه في الاخر طالع منها ايه؟ لييفه عضليه. التقسيمه بتاعت الجهاز العضلي بتاعنا. رسومات بها خلل. اللي قدام حضرتك هنا ايه اللي حاصل؟ قطع وتر. نتيجة ايه؟ نتيجة انقباض مفاجئ، نتيجة انعدام المرونة. اللي عندك هنا ايه اللي حاصل؟ ارتخاء جفن العين. ايه اللي حاصل؟ ده مرض الوهن اللي قلت لك عليه. بيحصل انقباض الاجسام المضادة فوق مستقبلات الاسيتايل كولين، فالخلية تظل في حالة راحة. نفس الكلام ده يعبر عنه ده. الاجسام المضادة اهي قاعدة على مستقبلات الاسيتايل كولين، فالاسيتايل كولين مش لاقي حتة يقعد فيها، فتظل العضلة في حالة راحة وارتخاء. ده شد عضلي. شد عضلي، انت رجلك بتكلبش اوقات وانت لسه صاحي من النوم، ليه؟ لا ده سؤال بيطلع نار. ليه؟ ده انا مستنيك انت اللي تقوله لي. هنا بره سالب وجوه موجب، اذا الخليه في حاله انقباض. بس لو تاخد بالك الوتر مقطوع. هل معنى كده انقباض يؤدي الى الحركه ولا انقباض لا يؤدي للحركه؟ انقباض لا يؤدي للحركه. ليه يا دكتور؟ لان الانقباض هنا كان على الفاضي، لان الوتر اللي بينقل الحركه مقطوع.
عشان كده لو قال لك هنا الانقباض ده مؤثر على الحركة ولا لا، لا ده انقباض غير مؤثر نتيجة قطع الوتر. أفكار الحركة بالكامل أنا عديت عليها من الأول كما لو كان بشرحها من أول مرة، عشان اللي فايته أي جملة أو اللي راكم في مرة أو اللي لسه في حاجة مش فاهمها، مهما كان تقصير حضرتك في الجزئية دي أو قوتك في الجزئية دي لازم تبقى قافلها تمام التمام. أتمنى يا رب تكون النهاردة الدنيا معاك بتوضح أكتر وبتقفل معاك الفصل ده تمام التمام، بحيث تبقى مستعد للأسئلة وللواجبات اللي جاية. نتقابل على خير في الحصص والحلول اللي جايه. اشوفكم يا رب دايما متفوقين ورافعين راسنا دايما. باي باي، سلام.